قررت انسيه تعب الشغل، وده هيكون روتين الزوجه اللي هتدلع زوجها يوم اجازه. وخدي مني النصيحه وما تراجعيش ورايا. جهزي بقى الميه السخنه الملهلبه. طبعا هنستخدم مجموعه البادي كير من جلو اند جلوري عشان ما ينفعش نبخل ابدا على صاحب البيت. وطبعا اهم خطوه هي الاملاح يا جماعه، دي لانها بتسحب الطاقه السلبيه من الجسم. يا روز دي كنت اول مره اشوفها في مجموعه بادي كير، دي عباره عن بودر فوار. وهو الراجل تعبان وشقيان بقى لازم تظبطيه. كمان جلو اند جلوري عملوا مبرد باسمه بيشيل كل الجلد الميت، وده هيكون روتين الزوجه الصالحه. واسمعي مني علشان جلو اند جلوري يسهلوا عليكي الموضوع، عملوا لك ستيب 1 و 2 و 3. هاتي بقى السكراب ده وادعكي رجله كويس، يعالج الفطريات والجلد الميت وتشقق القدم، وده لانه بيحتوي على زيوت ومرطبات كتير جدا. صدقيني انت لو عملتي كده هتكسبي جوزك وهتعيشي اجمل ايام حياتك. ندخل بقى على اخر مرحله وهي مرحله الترطيب، عشان هم عملوا لك الفود باتر ودي ريحتها وملمسها خطير. اهم حاجه في الموضوع روتين رجل جوزك، ده اهم من روتين شعرك وبشرتك. لازم تدلعيه واوعي تكوني نكديه عشان بقى تحافظي على ترطيب رجل جوزك. هما كمان ما نسيوش يحطولك الشراب السيليكون، تاكدي انك لو عملتي كده هيجيب لك نجمه من السما. وما تنسوش تطلبوا المجموعه من جلو اند جلوري.